بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم جمال سعد، الفقير لله جمال سعد. واحنا هنا فين؟ احنا في معبد إدفو، معبد حورس في إدفو. طبعا انت حضرتك لما تيجي تزور المعبد هتلاقي الصرح او البوابة. الصرح او البوابة لأي معبد كان فيها عبارة عن فتحات طولية كده وفتحات فوق يثبتوا فيها سواري الأعلام. كان كل إله عند الفراعنة له رمز، رموز الآلهة دي كانوا يثبتوها في واجهات المعبد. طيب المناظر اللي عندنا دي ترجع لعصر مين؟ لعصر الملك اللي هو اسمه الزمار يوليوتس بطليموس ال11، في ناس بتأرخوا ال12. على كل هو بطليموس اللي اعتبر ال12 او ال11 الزمار يوليوتس، وهو بيصور نفسه كأنه هو ايه، بينتصر على أعدائه. وهو طبعا الجماعة دول ما كانش عندهم انتصارات ولا حاجة، لا هو بيصور نفسه في الوضع ده كفرعون مصري. هنا عندنا حورس بوضع بحجم أكبر من حتحور، زوجته حتحور إلهة الحب والجمال والموسيقى، اللي هي أحيانا كانوا يصوروها على شكل بقرة أو أحيانا على شكل امرأة بهذا الشكل. طبعا حتحور لأنه معبدها اسمه معبد دندرة على بعد 180 كيلو من شمالا من هنا من إدفو، فهي جاية هنا في شكل أصغر نظرا لبعد المسافة بتاعت الخاصة بمركز عبادة حتحور. وكذلك من الناحية التانية حورس على شكل إنسان ورأس صقر، وهو ده طبعا إله المعبد في العصر الفرعوني، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا زوجته حتحور. في قرص الشمس المجنح، طبعا ده حور بحدتي. إدفو كان اسمها بحدت في العصر الفرعوني، فهو طبعا لما اتحد حورس مع رع فأخذ الجناحين رع من حورس طبعا، وأصبح هو رمز الحماية لكل مكان. الراسين دول راسين الكبرى دي الإلهة واجد اللي هي كانت ابنة رع في العصر الفرعوني. طبعا كان في المعابد في العصر الفرعوني كان في بوابات خشبية، ما كانش كده الايه المعبد بيساب مفتوح بالشكل ده. طبعا المعبودة حتحور كانت بتاجي تزور جوزها مرة كل عام، وتاجي بابنها إيحي ويقعدوا هناك في المميزي بيت الولادة اللي هناك. شكرا جزيلا، متعكم الله بالصحة والعافية من إدفو. لكم جميعا كل التقدير والتحية.